الخامس بتجري الحد الخامس من الخماسين المقدسة أفراح القيامة. قراءات اليوم النهارده يا أحباب هنبص نلاقيها بتذكرنا بأن طريق ربنا يسوع المسيح طول الماء اللي احنا سايرين فيه لابد انه يكون بحسب التعاليم. فالقديس بولس الرسول بيقول لنا 3 حاجات في بولس. اول حاجه نتقدم الى الرب، تاني حاجه نثبت فيه، تالت حاجه نلتزم. بص نلاقي الكاثوليكون بيكلمنا عن تقديم المحبه الحقيقيه التي تستر الخطايا. في الإبراكسيس هنجد ان ربنا ازاي يخلص شاول اللي عنده استعداد للخلاص. وفي الانجيل بيقول لنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزعوا. اول حاجه نتقدم الى الرب. نتقدم الى الرب ازاي؟ ما احنا تقدمنا يوم كان عندنا 40 يوم للولد و80 يوم للبنت، وخدنا اهلنا كده فرحه بهيه زي ما الترنيمه بتقول، ورحنا الكنيسه وكانت فرحه عظيمه جدا. ولدت الميلاد الجديد وده تقدمنا الى بقلب صادق نحو الايمان، وان كان اهلنا اللي عبروا عن هذا الايمان، لكن احنا نامونا وتربينا في الكنيسه. اخدنا يا هنانا ان احنا من غير تعب لقينا نفسنا مسيحيين نؤمن بهذا الاله العظيم المتجسد. ما اعظم هذه الحياه اللي احنا نعيشها يا احباء. تقدمنا خلاص، تقدمنا واحنا لسه اطفال صغيرين زي دروس الزيتون حول مائده الرب. طيب هنكتفي بالتقدم ان احنا تقدمنا الى الرب واقبلنا اليه بايمان صادق حسب ما اهلنا اعترفوا في المعموديه المقدسه واقبلوا بينا نحو الشر، مقدمين الاعتراف الحسن بالاله الحقيقي. في واجب علينا هو الثبات، نثبت في المسيح. وربنا يسوع المسيح له كل المجد ادالنا عدد شافي للثبات. لما قال ايه بقى؟ قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. ثبات الغصن في الشجره. حتى الانسان فينا ان ما كانش يعني من زيتونه اصليه، هو بياخد الزيتونه الغير اصليه دي ويطعمها في زيتونته هو، فتبقى طبيعيه جدا. وده مقصد الناس اللي ما كانوش اصلا مسيحيين، مش من الزيتونه الحقيقيه، ولكن اقبلوا الى الايمان بربنا يسوع المسيح بقلب صادق. هو بيطعمهم فيه، هو في شخصه، فيصبحوا متجددين وزيهم زي الانسان المؤمن المسيحي الطبيعي تماما. فواجب علينا ايها الاحباء ان احنا نثبت في ربنا يسوع المسيح من خلال التناول. وده سر خطير جدا عايزكم تهتموا بيه، لان انا في الحقيقه يعني شايف فيه اهمال كبير من ناحيه التناول. ازاي الانسان بيتناول؟ هو مش اكل وشرب يا احباء. ده القديس بولس الرسول في كورنثوس انتهر الناس اللي هم رايحين يتقدموا الى مائده الرب بدون استحقاق. قال لهم من ياكل جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. أليس لكم منازل لتدخلوا فيها؟ يعني مائدة الرب هنا مش للأكل والشرب، مش نعلم أولادنا وأطفالنا يلا خد روحوا بركة. لا، سر التناول مش بمجرد بركة، وطبعا أعظم بركة، لكن مش مجرد بركة، ده أنت بتاخد جسد المسيح إلهنا، جسد حقيقي ودم حقيقي. شوفوا قد إيه الكنيسة كانت في منتهى الروعة والسعادة والبهجة والاحترام ساعة خلاص البابا بطرس وهو جاي كان مقيم المسيح كل يوم على المذبح. مش الأولى برضه إن احنا نهتم بيه ونحترمه
واجب علينا. الثبات هنا في المسيح ان الانسان يكون عنده احتياطات كامله لنفسه، ان هو داخل الكنيسه ينزع كل افكار الشر ويترك على الباب عشان يثبت في المسيح. ما تكتفيش ان انت اعتمدت قلت انا رايح السماء، برضه ما زلت بكرر دخول السماء دخول صعب مش سهل، واللي يقول لك انه مجرد انت مؤمن هتروح السماء بيخدعك. لا، طريقنا طويل جدا، ما كناش نجاهد الجهاد الحقيقي ونثبت في المسيح لان الثبات الحقيقي مش هيكون لنا نصيب حتى لو كنا نروح الكنيسه ليل نهار. لازم الكنيسه تغير في حياتنا، ولازم يكون عندنا استعداد للتغيير. الكنيسه بتوعظ، الكنيسه بتقدم رسائل من الكتاب المقدس، الكنيسه دايما تنبهك الى حضور القداسات لكي تتجسد وتتعلم. فالكنيسه بتقوم بدورها. دورك انك زي ما اتقدمت وانت صغير اثبت فيه من خلال التعليم، من خلال التدريب، من خلال وساطه النعمه. بعد كده تلتزم بكل ما قاله لك الرب في الوصايا. اقرا الانجيل، فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه. نفتش الكتاب المقدس ونقول له كل يوم يا رب نعمل ايه؟ قدنا وخلينا نلتزم. القديس بولس الرسول بيقول الالتزام كمان ان الانسان يكون دقيق على نفسه. يعني يحاسب نفسه مش يحاسب الاخرين. عينه مسلطه على نفسه، هو بيكشفها كويس وبيفحصها كويس، لكن ملوش علاقه بالاخرين على اخطاء الاخرين. يعني عشان كده بقى يقودنا الى الكاثوليكون يقول المحبه الحقيقيه هي اللي تصدر كثره من الخطايا. مش نحضر القداس ونبقى فرحانين بالتناول وبعدين نخرج بره الكنيسه نتكلم بقى فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان عاد، شفت الموقف الفلاني، شفت التصرف الفلاني. لا، هنا الكاثوليكون يقول لنا النهارده المحبه تصدر كثره من الخطايا. يا ريت نشجع بعض، وده تحريض المحبه اللي قال عنه القديس بولس الرسول، ان اي واحد يجي يتكلم عن سيره حد الثاني يقول له لا عيب. ممكن ناخد ده تدريب لينا كلنا، انا اولكم. اي حد يجي عليا يقول لي مثلا ده فلان الفلاني قال كذا، اقول له من فضلك المحبه تصدر كثره من الخطايا. ما نجيبش الحاجات دي خالص وما نتكلمش بيها ان كنا نتكلم في اقوال الله. عشان كده الانسان اللي ما عندوش محبه هو اللي بيدين، والانسان اللي بيدين هيدان من قبل الرب. وما ابشع الوقوع تحت يد الرب، مخيف هو الوقوع تحت يد الرب الحي. اما الابراكسيس فبيقول لنا حتى الانسان لو غلط، الكنيسه عملت مستشفى جوه الكنيسه نفسها من خلال سر الاعتراف تتنقى من خلال هذا السر العظيم. شاول الطرسوسي ده كان بيضطهد الكنيسه الافراط، وكان بيحرس ثياب الراجمين القديس استفانوس، ولكنه عايز يعرف الرب، عايز يعرف الله. فحص القلوب والقلب، كشف قلب شاول فقابله كده في طريقه لدمشق، وابرك حول شاول نور عظيم اللي هو نور ربنا يسوع المسيح له كل المجد، وقال له كده شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان تنفس منافس. قال له من انت يا سيد؟ قال له انا هو يسوع الناصري الذي تضطهده. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ قال له ادخل الى دمشق وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وهنا ربنا يسوع المسيح يشير الى سر الكهنوت. ما انت الاله عظيم بنفسك بتقبل اعترافي وخلاص تخلصني؟ قال لا، ده انا اسست الكنيسه وعملت فيها نظام واديت الحلم والرد للكهنه كوكلاء صالحين لاسرار الله. ادخل الى حنانيا الكاهن وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. هو اللي هيرشدك وهو اللي يقبل اعترافك وهو اللي هيتوبك من خلالي انا، ومن خلال الحلم والرد اللي انا بديه، من خلال غفران الخطايا اللي بديها لكل انسان يستحق. اما في الانجيل النهارده يقول لا تترددوا. معقول بعد الانسان ما يتقدم الى ربنا يسوع المسيح بقلب صادق فحسب الايمان اللي استلمناه مره من القديسين، وهل معقول الانسان بعد لما يثبت
في المسيح يسوع إلهنا. وهل بعد لما يلتزم التزام كامل من خلال وصايا ربنا، وهل بعد لما يقدم اعتراف وإيمان وغفران الخطايا، هل بعد كل هذا الإنسان يضطرب؟ مش ممكن الإنسان يضطرب. ليه؟ لأنه خلاص أصبحت مركبته أو القائد السفينة بتاعته هو ربنا يسوع المسيح لكل المجد. أصبح فيه ثبات كامل، فيه التزام كامل. ربنا يبارك حياتنا، إلهنا كل من وكرامه من الآن